إذا حكيت لكم إنه في حدا قتل 300 شخص بيوم واحد بس، صعب تصدقوني صح؟ بس هذا الشي صار فعلا من قبل بطلة قصتنا لليوم إيلين جي. إيلين كانت وظيفتها تقديم الطعام في مدرسة ساني ديل. إيلين اشتغلت بهاي الوظيفة لمدة 20 عام، مستمرة في توزيع الابتسامات بدون ملل، وحتى إنها كانت جدا محبوبة. ولكن إيلين بتقرر في يوم إنها تخرج عن المسار. إيلين وضعت كمية كبيرة جدا من السم في إمدادات المي بالمدرسة، يلي بيشرب منها كل الأساتذة والموظفين والطلاب وغيرهم. سم عديم اللون والرائحة، ما حدا بيقدر يشعر فيه أبدا. بعد كم ساعة صار الكل بيركض في الممرات ومتزاحمين على المشفى، بينما إيلين كانت راجعة لبيتها وبتدندن. وعثروا عليها الشرطة في المطبخ بتخبز كوكيز وبتسمع الراديو بكل برود بعدما قتلت دفعات كاملة بالمدرسة. ولما اعتقلوها بررت فعلتها وقالت: أنا بس كان بدي أنقذهم من الحياة المؤلمة. واكتشفوا بعد 20 سنة عن مذكراتها يلي كتبت فيها كل شيء يخص خطتها بهذا اليوم.